السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم زي الفل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا متفقين يا حبايبي، لازم نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين نظفنا الحمام بتاعنا اهو، ونضفنا الصفايح بتاعتنا، ونضفنا للزغاليل عشان في الحر يا حبايبي لازم كل 3 ايام على الاقل ننضفوا الحمام بتاعنا، عشان طبعا انتوا عارفين ان الحرارة الزيادة دي بتخلي تحت الحمام مش حلو، وبتعفش كمان تحت الحمام. طبعا يا حبايبي احنا لازم ننضف الحمام باستمرار في الحر ده، لان الوساخة اللي تحت الحمام بتلم دبان حمام، ودبان الحمام ده بيجي في الزغاليل اكتر من الكبار، لان الزغاليل لحمهم بيبقى طري فبمص منهم الدم. دبان الحمام ده حشرة يا حبايبي بتبقى في الحمام اللي مش بتنضف له على طول، وكمان بتبقى في الحمام السايب، لان السايب بيطلع ويدخل فمعرض ان هو يجيبه من بره من اي حته. فيا حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا في الحر ده بكنس كل 3 ايام بنضف للحمام، وبنضف الصفايح وبرشها جير حامي اللي هو منطهره بيه، وكمان برشها لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة اللي شايفينها دي يا حبايبي برش بيها الحمام الصغير وبرش بيها الحمام الكبير. هو آمن، لعنة الفراعنة دي آمن يا حبايبي. على فكرة انا مجرباه في رش الحمام، وبطهر بيه كمان المكان بتاع الفراخ البيضة، وبطهر بيه كمان اي حاجة بطهر بيها للطيور بلعنة الفراعنة دي، لان هو آمن. وكمان له جرب الارانب، لاي حاجة لعنة الفراعنة آمن، وبسم الله ما شاء الله بيجيب نتيجة حلوة بسم الله ما شاء الله. هو مش غالي يعني، ده ب25 جنيه العبوة دي ممكن تكفيكي 3 تنظيفات للحمام. لو هترشي الصفايح بتاعت الحمام كلها هتكفيكي 3 تنظيفات وزيادة. طبعا انا برش الحمام الصغير بهتم بيه في الرش شوية عن الحمام الكبير، لان هو بيبقى فيه دبان اكتر من الحمام الكبير في الحر ده، لان الدبان بيبقى في الحمام الصغير عشان بيمص دمه عشان هو طري. وكمان الحمام الصغير بيجيله جدري، الجدري بيجي في الحمام الصغير ما بيجيش في الكبير، هو بيجي في الصغير لان مناعته ضعيفة. ولما الحمام ده لما عفوا يا حبايبي، لما الدبان بيمص في الحمام الصغير الزغاليل بيضعف مناعته، فبالتالي بيجيله جدري. فسبب الرئيسي للجدري والعدوى الجدري هو دبان الحمام. السبب الرئيسي في الحر ده للجدري وعدوى الجدري ما بين الحمام هو الدبان. من ناحية بيضعف مناعة الحمام الزغاليل لما بيمص بدمه، ومن الناحية التانية بينقل الجدري من زغلول لزغلول، لأن بيطير من زغلول لزغلول ومن حمامة لحمامة. هو الحمام الكبير معروف إن هو بيجيله الجدري بيجي في الزغاليل. فاحنا يا حبايبي عشان نتفادى الجدري ونتفادى الايام الحر دي والجدري ما يأذيش حمامنا وبالذات الزغاليل، نجيبوا لعنة الفراعنة ده. على فكرة انا والله ما بعمل اعلان، انا مجرباها وماشية بيها وبسم الله ما شاء الله ما بيجيليش اي حاجة. بنجيبوا لعنة الفراعنة ونرش بيها الزغاليل والصفايح بتاعتنا، وبنكنس كل 3 ايام بننضف ليه الحمام ومنطهر المكان بتاعه عشان الدبان وعشان اي حشرات تيجي في الحمام بتضعف مناعته وبالذات الزغاليل. فاحنا مش عايزين حمامنا مناعته تضعف، لان لو مناعته ضعفت هيبقى معرض لاي مرض، مش بس للجدري، لاي مرض تاني. فاحنا عايزين مناعته تبقى قوية. ننضف للحمام، النظافة للحمام عامل اساسي في انتاج الحمام، وان هو يكون شغال معاكي وماشي حلو. والحمام بسم الله ما شاء الله يعني حلو، مشروع مش وحش، مشروع بسم الله ما شاء الله حلو يعني. على الاقل للبيت، ما تشتريش حمام من بره، غير انك ممكن تبيعي منه على الاقل للبيت. ومش ما بيصرفش يعني ياما، هو بيصرف يعني ممكن تبيعي منه وتجيبي له اكل، فانت ما بتخسريش عليه حاجه. انت كل اللي بتخسريه ممكن ان انت هتنضفي له كل 3 ايام مره. معلش هتتعبي شويه بس هتلاقي انتاج وهتلاقي خير لاي ست بيت مو عايزه تربي اي حاجه وهي قاعده. الحمام بسم الله ما شاء الله حلو، وربنا يبارك يا رب لكل واحده بتجتهد ولكل واحده ست بيت بتساعد في العيشه في الايام اللي احنا فيها دي.
واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم يا حبايبي تدعمونا باللايك وتشيرونا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.